المراجعة هي الفترة بتاعة الحل، يعني لازم تحل فيها كتير جدا جدا جدا. يعني لو طول السنة قعدت تحل كتاب واحد بس، فانت في الفترة المراجعة دي المفروض تحل في المادة دي كتابين. المذاكرة والفهم والشرح والحفظ، الحاجات دي كلها كان الوقت بتاعها هو الوقت بتاع السنة. كنت قاعد اقول لك ان انت تاخد 9 ساعات في المادة مش مشكلة، ان انت تاخد 9 ساعات في الدرس ده مش مشكلة، لكن صدقني في فترة المراجعة لا، دي مشكلة. لازم يكون كل حاجة ليها وقت محدد وما تاخدش منك وقت كبير، ولازم تحل اكبر قدر ممكن. في اي ماده انت راكنها من اول السنه او نايم عليها، يعني انا مثلا كنت راكن الالماني وجيت في الفتره الاخيره دي قدرت المه. فلو انت في ماده عندك انت عامل فيها كده، فصدقني ده الوقت ان انت تفتحها. تالت حاجه، فتره المراجعه دي لو ان انت وقفت فيها تنزل سنتر في ماده معينه انت شايف فيها ان انت كويس، اكتفيت بالمذاكره مع المنصه اللي انت ماشي معاها او منصه جديده هتمشي معاها، فصدقني مش هيكون غلط ابدا ولا مشكله. بس المهم يكون ماده انت مش واقع فيها. حاجات كتير انت ما كنتش فاهمها في السنه هتتفاجئ ان انت فاهمها في فتره المراجعه. ودي جمله اتقالت ليا لما انا كنت في ثانويه عامه. الجمله دي لما اتقالت ليا انا ما صدقتهاش، بس صدقتها لما دخلت في فتره المراجعه. انا يعني الحاجات دي اصلا انا مش فاهم انا فهمتها ازاي ولا اتشرحت لي امتى. انا ما كنتش فاهمها لما خدتها في السنه، بس انت هتتفاجئ في فتره المراجعه اللي هو ايه ده، انا فاهم. دي تقريبا الفترة اللي انت هتفهم فيها الافيهات اللي الشطار كانوا بيقولوها في اول السنة. النقطة الخامسة، طمن اهلك. يعني ما تفضلش موترهم ومعيشهم معاك اليوم بيوم، والنهارده جبت درجه حلوه فهفرحهم، بينما بكره انا جبت درجه وحشه فهزعلهم على زعلي وانكد عليهم واحسسهم ان مفيش امل مني وخلاص مفيش رجا. صدقني هم بيعملوا كل اللي هم بيعملوه ليك ده عشان حاطين امل فيك او حاسين ان انت هتبقى حاجه في المستقبل. حاول تحسسهم ولو الفترة دي ان انت دكتور العيلة او ان انت باشمهندس بتاع العيلة. بلاش التفكير بتاع انا مش عايز اعششهم، انا مش عايز اعشمهم. صدقني ده من الشيطان. بالعكس انت عشمهم، حتى لو انت شايف ان كل حاجة بتقولك عكس كده وكل حاجة بتقولك ان ده مستحيل. بجد لو رجع بيا الزمن اعدل حاجة من الثانوية العامة بتاعتي، هروح اعدل ان انا كنت موتر اهلي معايا طول السنة. بص اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كده، لو انت داخل فترة المراجعة وانت عندك متراكم حاجة في اي مادة، فما تخشش المراجعة غير وانت مخلص التراكم ده. واياك ثم اياك تيجي تراجع فتمر على الحاجة المتراكمة عليك من اول السنة فترجع تراكمها في فترة المراجعة. الحاجة اللي هتتراكم عليك في فترة المراجعة هتلاقي نفسك داخل بيها ليلة الامتحان مش مذاكرها. انا كنت مراكم درس الممنوع من الصرف في السنة، ولما جت فترة المراجعة رجعت راكمت درس الممنوع من الصرف. ولذلك انا دخلت الامتحان من غير درس الممنوع بالصرف، ما كنتش مذاكره غير ليله الامتحان، وجي عليه سؤال فعلا وغلطت في السؤال ده. عايز اقول لك ان ده السؤال الوحيد اللي انا غلطت فيه في النحو بسبب ان انا راكمته بايدي. لازم تظبط مواعيد نومك، او بالاصح تقلل مواعيد نومك حتى لو انت مقللها اصلا. المقصود ان الفتره دي مش هقول لك مواعيد نومك توصل 6 ساعات، كان المفروض مواعيد نومك تبدا تقل عن 6 ساعات. هي دي فتره المراجعه. انت من الشخصيات اللي بتقدس النوم والنوم ده عندها حاجه عظيمه ما تقدرش تقللها ابدا، لازم برضو تقلل النوم في الفتره دي عشان حتى تبقى جربت شعور بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي مره قبل ما تموت. نظام المراجعه الصح هيكون كالتالي: انت هتشوف الماده دي انت ماشي طبيعي فيها، مش هقول لك جامد فيها، لا انت طبيعي فيها ولا ضايع فيها. لو انت ماشي طبيعي فيها فالماده دي هتتراجع مره واحده من الاول للاخر، وتجيب كتاب المراجعه النهائيه، تجيب الجزء الاولاني في الحل مش الشوامل، لا الجزء الاولاني بيكون كل باب مثلا تخلصه تلاقي عليه اسئله، تخلص الباب ده مذاكره وتبدا تحل عليه الاسئله بتاعته، تخلص الباب اللي بعده تحل عليه الاسئله بتاعته، وهكذا لحد ما تخلص مراجعه الماده كامله، وفي نفس الوقت تكون حليت عليها. ساعتها تبدا تحل شوامل لحد ليله امتحان الماده دي. ده نظام المراجعه اللي المفروض تمشي عليه. حاله بقى ان الماده دي ضايعه منك، فانت هتراجعها على مرتين. اول مره تجيبها من الاول للاخر مذاكره بس، تاني مره تجيبها من الاول للاخر بس مع حل الاجزاء اللي موجوده في المراجعه. بص درجات اول شامل هتحله صدقني هتكون كارثيه، فما تستغربش ده ابدا. انا فضلت احسن في الشوامل بتاعتي. تقريبا اول شامل كيمياء انا حليته انا كنت جايب 22 23 من 60، يعني دي درجه كارثيه جدا. بس انا فاكر ان اخر واحد حليته انا كنت جايب 59. وعلى فكره انا تقريبا ما شميتش ريحه ان انا اقفل الامتحان دي خالص. حاجه اخيره عايز اقولها لك يا دكتور صيدلاني، ربنا يوفقك الفتره دي ويكون في عونك.